القارة المغربية تحصد جميع الألقاب الفردية في القارة الأفريقية بعد تتويج النجم أشرف حكيمي بلقب أفضل لاعب في أفريقيا. النجم الحارس المميز ياسين بونو يفوز بجائزة الأفضل في القارة الأفريقية بعد تألقه مع الهلال ومع المنتخب المغربي. غزلان شباك اللاعبة المغربية أيضا تحقق لقب أفضل لاعب في القارة الأفريقية. النجم عثمان معمعة طبعا اللاعب المغربي الشاب نجم مونديال 2025 في تشيلي يفوز بلقب أفضل لاعب شاب في القارة الأفريقية. إضافة إلى المنتخب المغربي للشباب يصبح أفضل منتخب في القارة الأفريقية طبعا بعد تتويجه بلقب المونديال. إنما الشيء الغريب أن الكابتن محمد وهبي لم ينل جائزة أفضل مدرب في القارة الأفريقية بل ذهبت إلى مدرب فريق بيراميدز المصري طبعا الذي حقق لقبي السوبر ودوري أبطال أفريقيا. إنما الكرة المغربية حاليا في أفريقيا هي الرقم واحد.